مساء الجمال، مساء الطعامة والحلاوة والمحاشي الحلوة. ألف هنا وشفا على العملاء الجميلة اللي هتستلم من عندنا الطلب ده النهاردة. أنا اتكلمت قبل كده في الفيديوهات بتاعتي على إن أنا من حقي إن أنا أغلي الأسعار لما ألاقي في أي حاجة غليت سعرها غلي. في برضو نقطة تانية كده عايزة أتكلم فيها، يعني عشان حد قال لي طب ما هو اما الاسعار تغلى انت ما عندكيش اوبشن تاني؟ يعني ايه المشكلة انك تشوفي طريقة تانية غير انك انت لما الاسعار تغلى عليكي انت تغلي الاسعار؟ طيب يا جماعة معلش انتوا قولوا لي كده، الناس اللي تسمع الفيديو ده تعمل كومنت كده او تبعت لي مثلا تقول لي ايه الطرق لما نعمل كده غير ان انا اقلل الجودة، غير ان انا اروح ادور على حاجات رخيصة بدل الحاجات اللي انا عارفة ان هي كويسة وبتعجب العملاء بتوعي. هل في طرق تانية غير ان انا اغلي الاسعار وبعدين العالم كله يغلي وانا اللي مطلوب مني ان انا اللي احتوي العالم؟ ما هو احنا لازم نعقلها. وبعدين معلش برضو ما تبقاش حضرتك بتروح تدفع فنجان القهوة 180 جنيه وزعلان انك بتدفع في كيلو المحشي 160 جنيه. يعني اكيد ده ما يتقارنش، يعني لو احنا هنشرب قهوة ب 180 جنيه يبقى المحشي المفروض يبقى 10 اضعاف.